انا بنيت فانل تسويقي كامل من اول صفحه لحد رساله الفولو اب في اقل من يوم. وده مجاني تماما، ما دفعتش فيه مليم احمر. اوريك ازاي. اول حاجه الفانل ببساطه رحله العميل من اول ما يشوفك لحد ما يشتري منك، واقسمهم لك 4 خطوات رئيسيه. اول خطوه هنبنيها قدامك دلوقتي، هي صفحه جذب، سواء بوست او فيديو او كروسيل بيقدم حل المشكله عند الجمهور اللي انت عايز تستهدفه. وانا استخدمت البرومت ده من شات جي بي تي، قلت له اكتب لي بوست تسويقي عن بين قوسين المنتج بتاعك بيبدا بمشكله شائعه عنده جمهور، بين قوسين حط الجمهور بتاعك، ويقدم حل وبينتهي بدعوه لتحميل بين قوسين العرض المجاني اللي انت حاطه. العرض ده ممكن يكون كتاب، ممكن يكون كروسيل، ممكن يكون بوست، ممكن يكون اي حاجه، ممكن منتج رقمي، حتى منتج فيزيكال سيد شكر او ايا كان. مش مهم، المهم ان العرض المجاني ده يخلي فيه فانل ان انت تاخد ايميلات بعد كده عشان تعيد استخدامها وتعيد استهداف بيها تاني في حاجه نسميها الايميل ماركتنج، بس ده هتكلم معاه في فيديو تاني. الخطوه التانيه هي صفحه هبوط بسيطه يبقى فيها العرض في الفورم بتاعك، وده بتعمله بكانفا، في كانفا بقوالب ثابته هتعدلها في حوالي 3 دقايق او 5 دقايق بالكتير جدا. الخطوه الثالثه هي فورم تسجيل، لازم يكون يكتب اسمه وايميله ورقم واتساب. عندك اداتين، يا اما تستخدم جوجل فورمز يا اما تستخدم حاجه اسمها جامرود، والاثنين مجاني تماما. جامرود افضل في حته لو انت هتحط منتج ديجيتال، سواء مثلا اي بوك او سواء ان انت بتحط مثلا برومتس او ايا كان منتجات الديجيتال. جامرود احسن في النقطه دي. الخطوة الرابعة وآخر خطوة هي رسالة الفولو أب. دي دايما بعد التسجيل بأقصى حاجة مدة مثلا 24 ساعة لازم توصل على العميل. بمجرد ما يسجل الإيميل بتاعه يجيله رسالة تأكيد إن هو سجل، ويجيله رسالة فولو أب علشان يتابعك، سواء في المنتج بتاعك أو بسواء برسالة شكر أو بسواء إن أنت تبعت له منتج تاني بس مدفوع. وفي الحالة دي يبقى أنت عملت تسويق مجاني تماما. كل ما البوست بتاعك، كل ما الفيديو بتاعك بيتشاف، كل ما الناس بتسجل ايميلات، انت بتاخد الايميلات دي تاني وتعمل بيها اعاده استهداف من غير ما تدفع جنيه. وده اللي انا افضله دايما لما بتيجي تبدا التسويق بتاعك. ابداه دايما بنظام ان انت تجمع اكبر قدر ممكن من الايميلات علشان تعمل بيها فولو اب بعد كده. ما تحتاجش انت تعمل تصرف كل يوم اعلانات باستمرار. مش لازم تكون بدايتك مثالية، ابدأ بالإمكانيات المتاحة وابدأ بالقدرة بتاعتك المتاحة. ابدأ حتى النهاردة لو خطوة واحدة، احفظ الفيديو ده وابدأ بالخطوة الأولى، وخطوة ورا التانية هتقدر تعمل فانل محترمة تقدر انت تحول بيها الجمهور بتاعك من حاجة بنسميها كولد اوتريتش او كولد ليدز لحاجة بنسميها ورم ليدز، اللي هي العملاء اللي بيثقوا فيك وبيثقوا في المنتج بتاعك. لو عندك أي رأي أو عندك أي تعليقات على النقطة دي أو جربتها بالفعل اكتبها لي في الكومنتات، وأتمنى أكون أفدتك. وشكرا، سلام.